انا عايز احكي لكم على واحده من اكتر اللحظات اللي غيرت طريقه تفكيري في الماركتينج تماما. الحقيقه ان الموضوع بدا باسوا شعور اي ماركتير ممكن يحسه، ان انت تكون شغال مع بيزنس وبتعمل كل حاجه صح، بس برضه الكونفرجنز ما بتجيش بالنسبه اللي انت عايزها. تفتح الادز مانجر، تبص على السي تي ار، تبص على اللينك كليكس، تبص على اللاندنج بيج اللي انت عاملها، تشوف الكونتنت اللي انت منزله، كل حاجه معموله تمام. وفضلت ساعتها اسال نفسي هو ايه اللي ناقص؟ ما انا عامل الادز كويس واللاندنج بيج كويسه والويب سايت اوبتمايزد والتارجتنج كويس والكرييتيفز بتاعتنا كويسه، ولكن برغم ده في عملاء كتير بتخش ومش بتشتري. وهنا في وسط كل الحلول اللي انا كنت بفكر فيها اكتشفت حاجه مهمه جدا، ان مش دايما الحل اصلا هيكون تكنيكال، الحل كله في العقل البشري نفسه. ولما فضلت ادور في الموضوع وقع قدامي طبعا حاجات كتير جدا، بس من ضمنها كانت حاجه مهمه وهي الميسي ميدل اللي كانت جوجل عملت عنها بحث من 5 سنين وجربوها على اكتر من 300 الف بني ادم. وانا كنت اتكلمت عن الجزء الاول منه في الفيديو اللي قبل ده، لو عايز ترجع تشوفه. ولما بدات اشوف الفيديوز اللي جوجل منزلاها واقرا الارتكلز، لقيت حاجه اصلا في الاول كده اول ما بدات صدمتني، والحاجه دي كان مكتوب فيها in this new model that we're kind of building is that there is no funnel. What? We're I know. Did you say Shocker. no funnel? Yeah, no funnel. Throw out. there is no funnel. وده معناه ان الفانل المتعارف عليها اللي احنا فضلنا سنين نتعلمها، اللي هي بتتسمى السيلز فانل، ان العميل بيخش في مرحله الاويرنس وبيمر بالكونسيدريشن وبيمر بكذا مرحله لغايه ما يوصل للبيرشيز. المرحله دي او الفانل دي حرفيا ما بقتش موجوده اصلا، وده اللي جوجل اثبتته وبالدليل. وجوجل هنا في البحث بتوضح ان العميل مش بيمشي في فانل اصلا، العميل عنده حاجه اسمها الاكسبوجر. الاكسبوجر ده بيحصل بسبب كل حاجه بتعدي عليه، من اول الادز لغايه الريفيوز بتاعت الناس، لغايه السوشيال بروف، لغايه اراء صحابه، لغايه اراء الناس اللي هو مثلا اوثرايزد بالمجال ده، زي مثلا ان حد مضمون يطلع يعمل ريفيو عن منتج او خدمه معينه هو جربها مع مكان معين. وكل العوامل دي بتبقى اصلا ملخبطه وعامله كده زي الورقه اللي مفعصه في بعضها، يعني معناه ان هي مش مراحل ثابته العميل هيخش فيها ويطلع وهكذا. العميل بيمشي في رحله غريبه جدا بين مرحلتين، مرحله التريجر ومرحله البيرشيز، بمعنى ان العميل بيبتدي يتعرض لحاجات كتير جدا يشوفها علشان يوصل لمرحله ان هو فعلا يقرر يشتري من مكان معين. والميسي ميدل ده هو المكان اللي فيه كل اللخبطه دي، وده مكان بيكون ولا فيه لوجيك ولا فيه اكسبيرينس ولا فيه ستيجز ولا ستيبس معينه احنا بنمشي عليها، هو مكان عشوائي جدا فوق ما انت تتخيل، بيحصل جوه دماغ كل واحد فينا عشان يشتري حاجه. وده طبعا عشان نحكم عليه جوجل جربته على الاف التجارب اصلا، يعني هو قدروا فعلا يحللوا الدماغ او الفيلينج اللي كل واحد بيحسه لما بيجي يشتري حاجه على اكتر من 300 الف بني ادم، وده رقم كبير جدا. والبحث ده خد منهم اصلا سنين عشان يتعمل ويقدروا يطلعوا يعلنوه للناس. وانا هنا كنت ببقى فاكر دايما ان العميل مش بيشتري عشان انا عندي مشكله في الاعلانات بتاعتي، بس هو العميل فعليا مش بيشتري علشان العميل هو اللي عنده مشكله في الفيلينج اللي هو بيحسه لما بيشوف الاعلانات بتاعتي، حتى لو انا مظبط كل حاجه تمام. ولكن عشان اقرب لك المثال اكتر، كل واحد فينا بيمر بحرب داخليه ممكن تكون في ثواني وممكن تقعد دقايق وممكن تقعد ايام وشهور علشان يقدر ياخد قرار ان هو يشتري حاجه معينه. وانت هنا كماركتير لو انت مش فاهم الحرب الداخليه اللي بتحصل جوه كل واحد انت بتبيع له منتج او خدمه، انت اصلا مش هتعرف تبيع حاجه خالص. وهنا عشان ابسط لك الموضوع، العميل جوه الميسي ميدل هيمر بمود من 2 بس مالهمش ثالث. اول مود فيهم هو اسمه الاكسبلوريشن، والاكسبلوريشن معناه ان انت بتبتدي تبحث وتدور عن البراندات او الاماكن اللي بتبيع الحاجه اللي انت عايز تجربها. والمرحله الثانيه هي مرحله اسمها الايفالويشن، وهنا انت بتبتدي تقيم من وسط كل الناس اللي ظهرت لك دي انت هتختار مين فيهم عشان تشتري منه. ولكن عشان اكون صريح معاك، الموضوع ده برضو خطير جدا، لان جوجل بتقول لك انت ممكن لو عديت من مرحله الاكسبلوريشن ودخلت الايفالويشن وخلاص انت قررت انك تجرب من مكان معين، انت ممكن في لحظه يحصل لك اي تاثير وترجع تاني لمرحله الاكسبلوريشن. فانت برضو خليك متاكد ان انت ممكن عميل يكون وصل معاك لاخر مرحله وخلاص عمل اد تو كارت وهيشتري، ولكن يرجع قبل ما يشتري يفكر تاني ويجرب تاني ويعمل اكسبلور تاني فيختار مكان تاني اصلا. وده يوصلنا لنقطه مهمه جدا، ان العميل اصلا مش محتاج يشوف الاعلان الاحسن، العميل محتاج البراند اللي يطلعه من اللوب دي ويدخله مرحله بيرشيز. وبعد التجربه على اكتر من 300 الف بني ادم، جوجل قدرت تطلع 7 behavioral biases. والbehavioral biases معناها ان هي تاثيرات نفسيه هي دي اللي بتخلي اي حد يشتري، وانا هشرح لك في الفيديو ده ال7 biases باختصار. اول نقطه فيهم هي حاجه اسمها being present، وده معناه بكل بساطه ان الناس بتشتري من اللي شايفاه مش من اللي بيعمل منتج او خدمه احسن. being present معناها ان انت لازم تكون موجود، يعني انا دلوقتي لما هاجي سيرش على منتج او خدمه انا عايزها، انت لازم تظهر لي من ضمن الحلول دي.
فده طبعا ممكن يبان ان هو حاجه بديهيه، بس صدقني ان في ناس كتير بتعمل منتجات او خدمات حلوه جدا بس هي اصلا مش عارفه توصلها للناس. تاني حاجه فيهم هي اسمها الكاتيجوري هيورستكس، والكاتيجوري هيورستكس هي معناها شورت كاتس، بمعنى ان انت ممكن تتكلم عن فيتشر معينه في المنتج او الخدمه بتاعتك ودي اصلا تخلي كل العملاء يشتروا. وهنا برضه هم كانوا بيحكوا كيس ستادي ان انت دلوقتي ممكن تكون مثلا داخل تشتري حاجه واول ما تلاقي عليها كلمه مثلا اوريجينال او كلمه ان هي حاجه طبيعيه زي مثلا منتجات الحليب والالبان والجبن والحاجات دي، انت ممكن بكل اختصار تشتري منتج عشان بس مكتوب فيه الكلمه دي. او مثلا ان حد بيعيش بره مصر او بره مثلا مجتمع اسلامي لما يخش يجيب فراخ مجمده او لحمه مجمده لو لقى عليها ختم ان هي حلال بيبتدي يشتريها. فهنا انا جبت لك جزء معين او فيتشر معينه من المنتج بتاعي وابرزتها لك من بره علشان انت تاخد قرار الشراء اسرع، وده فعلا جاب نتائج كتير مع ناس كتير جدا في تجارب مختلفه او على منتجات مختلفه. ثالث حاجه فيهم هي حاجه اسمها السوشيال بروف، والسوشيال بروف عشان تبقى فاهمه صح خليك مقتنع ان نسبه كبيره مننا بتحب تقلد الناس تقليد اعمى، بمعنى ان انا دلوقتي لو شفت مكان عليه ريفيوز كتير او عليه ريتنج كبير انا ممكن اشتري منه من غير اصلا ما انا اكون اعرفه. وعشان برضه ادي لك ده بمثال، انت دلوقتي لو ماشي في شارع ولقيت مطعمين قصادك ودخلت مطعم لقيت فيه 1000 ترابيزه بس كل الناس قاعده عليها وهو قال لك انت مضطر تستنى 45 دقيقه عشان تخش تاكل، ولقيت المطعم اللي قصاده فاضي وكل الترابيزات اللي فيه فاضيه، هل انت لو فكرت في الموضوع لمده 5 دقائق هتختار انهي مطعم فيهم؟ هتختار المطعم الفاضي عشان تاكل وتروح على طول، ولا هتختار تستنى 45 دقيقه عشان تخش المطعم المليان؟ اعتقد ان 90% او 95% مننا هيختاروا ان هم يستنوا ال 45 دقيقه دول، لان انت باختصار هيحصل لك سوشيال بروف. انت لما هتشوف الناس كلها بتاكل في المطعم ده وناس قاعده مستنيه عشان بس تخش تاكل هتبقى متاكد بنسبه 100% ان المطعم ده فعلا اكله مختلف، فبالتالي السوشيال بروف هيخلي الناس تشتري منك. فانت لازم تبرز ده عندك، لازم توري للناس الريفيوز بتاعت البرودكت او السيرفيس بتاعتك، لازم توري للناس الريتنج بتاع الناس واراء الناس، ده مهم جدا. وطبعا مهم جدا انه يكون صادق ومش معمول فيه. رابع حاجه فيهم هي الاثوريتي. الاثوريتي باختصار ده معناه ان انت تشوف راي خبير او حد مشهور في الحاجه دي او متخصص فيها بيتكلم عن مكان معين بيبيع المنتج او الخدمه دي، فانت بكل اختصار هيحصل لك تاثير نفسي عن طريق راي الخبير ده، فده هيخليك تاخد قرار الشراء اسرع. الناس بشكل عام بتثق في اراء الخبراء والحكماء اللي بيثقوا فيهم ايا كان الشخص ده بيقول لك ايه او بيوجه لك ايه، وكلنا بنمر بالمراحل دي مع اشخاص مختلفه، بس كل واحد فينا عنده ناس كده لو شافهم بيشكروا في حاجه معينه هيروحوا يجربوها من غير ما يراجعوا اي حاجه تانية. فده طبعا جزء مهم جدا لو انت قدرت تبرزه في البيزنس بتاعك صدقني الناس هتيجي تشتري منك. خامس حاجه فيهم هي حاجه اسمها السكيرسيتي، والسكيرسيتي باختصار ان انت تعمل للناس احساس ان الحاجه دي هيخسروا كتير قوي لو ما جربوهاش، وده ممكن انت تربطه مثلا بليميتد اديشن. يعني مثلا انت ممكن تعمل اوفر ليميت يعني مثلا لمده 48 ساعه على حاجه معينه، فالناس تخاف ان هي تخسر اوفر زي ده، بس طبعا لازم يكون اوفر قوي. او مثلا انت لو بتبيع منتج معين يكون في منه ستوك قليل وانت موضح للناس ان المنتج ده في منه ستوك قليل ومش هيتصنع تاني، فبرضه الناس يحصل لها سكير فتقدر هي تاخد قرار اسرع. وبرضه ده كان بنتائج وارقام ناس كتير جدا كان السكير سيتي بالذات بيأثر عليهم وبيخليهم يشتروا في وقت اسرع وفي خلال مده اقل ياخدوا فيها قرار الشراء. سادس حاجه وسابع حاجه فيهم هي حاجه اسمها الباور اوف فري والباور اوف ناو، ودول برضه انت لازم تستغلهم باي طريقه ممكنه بس تكون صح. الباور اوف فري ان انت تعرض حاجه فور فري زي مثلا اوفر ان انت مثلا حاجه مقابلها حاجه تانية، او مثلا هتدي جيفت معينه على عدد اوردرات معين او هكذا. والباور اوف ناو ان انت تشجع الناس ان هي تطلب الحاجه دلوقتي، زي مثلا ان انت لو طلبت دلوقتي ممكن تاخد فري دليفري، او انت لو طلبت دلوقتي او في خلال مثلا ساعه ممكن تاخد مثلا خصم 20 30%. طبعا دول ليهم استراتيجيز كتير انت ممكن تقعد تفكر فيهم وتختارهم وتخليهم متقسمين صح على البراند بتاعك، بس في الاخر انت لازم تستغل الباور اوف ناو والباور اوف فري. وانا بصراحه بعد ما فهمت السبعه كيز دول او السبعه بايسز دول بدات اطبقهم وبدات افكر فيهم لكل بيزنس انا شغال معاه، وصدقني انت هتقدر تطلع بافكار مهوله واستراتيجيز قويه جدا. وفعلا انت عشان تنجح في الماركتنج لازم تكون فاهم السايكولوجي بتاعت البني ادمين، الناس بتفكر ازاي وايه اللي بيخلي الناس تاخد قرارات الشراء. الموضوع كله مش ان انت تعمل ويب سايت جامد او ان انت تعمل احسن اعلان في الدنيا او ان انت تعمل احسن كونتنت في الدنيا، الموضوع كله متوقف ان انت فعلا تفهم الناس اللي بتشتري منك دي ايه اللي هيحسوا بيه عشان يشتروا بيه. لازم تبقى في الاخر مقتنع ان الماركتنج ما هو الا ان هو رساله بتطلع من البق بتروح دماغ واحد، فلازم لما تروح دماغ الشخص ده تعرف تقنعه بكل بساطه. لو انت عرفت تعمل ده ايا كان نوع او شكل الحاجه اللي انت هتعملها بس انت هتعرف توصلها له، صدقني انت هتنجح في الماركتنج بكل سهوله. لو احنا اصلا حطينا ديفينيشن للماركتنج بسيط، فانا كل اللي هقدر اقوله لك ان الماركتنج رساله بتوصل في مخ بني ادم فبتؤثر بيه بشكل ما. فلو انت ماركتير او انت صاحب بيزنس بتشوف الفيديو ده خليك فاهم جدا ان الموضوع مش موضوع تكنيكال، الموضوع موضوع عقلي جدا بحت. الموضوع محتاج ان انت تفهم سايكولوجي، والموضوع محتاج ان انت تحط دماغك مكان العميل وتشوف هو هيحس بايه لما يشوفك.
هو ده الجزء الحاسم في الموضوع، والجزء اللي انا قدرت اتوصل له بعد سنين من التجارب في الماركتنج وبعد سنين من التجارب على كذا بيزنس موديل. هو ده حاليا اللي ممكن يجيب نتيجه مؤثره، وانا شفت ده بالدليل من ارقام الناس في جوجل قالتها ومن ارقام لحاجات انا بدات اطبقها في شغلي. فلو انت شايف ان الفيديو ده اثر فيك او فادك بشكل ما، اتمنى ان انت تعمل سبسكرايب، تعمل لايك وكومنت للفيديو علشان ناس كتير تقدر تشوفه. ولو عايز تشوف الفيديو اللي قبليه عن الميسي ميدل هتلاقيني منزله. وما تنساش بس انا عايز اقول لك معلومه مهمه جدا، ان انا لسه نازل 2 فيديوز كمان عن الميسي ميدل وهشرحهم بطريقه اعمق. فانا اتمنى ان انت تتابعني وتتابع الفيديوز اللي جايه، لان بجد المعلومات دي انا تعبت جدا علشان اوصل لها، وعايز افيدها لاكتر عدد ممكن من الناس.